اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم رحاب صابر من قناه زي بالسفود. تعالوا نعمل كده شويه حاجات حلوه كده للولاد، مخبوزات هتعجبهم قوي. عندي معلقتين من السكر، معلقه كبيره من الخميره، وعندي معلقه من البيكنج باودر، وعندي كمان حوالي كيلو 100 جرام من الدقيق، يعني كيلو كام معلقه كده بصراحه يعني. وعندي هنا ده عباره عن ايه، هو ده السر بقى يا جماعه، ده رايب. تمام، بجيب كوبايتين الحليب، عايزه تحطي كوبايه وكوبايه تانية ميه دافيه مفيش مشكله، بحط عليها معلقه خل. بصوا بيفصل كده. بعدها بشويه نسيبها 5 دقايق، تلاقي الدنيا معاكي زي الفل. وننزل واخدين بالكم، هو ده اللي انا عايزاه. هنزل بس كل اللي في البوله ده عندي، ده بيفرق تماما يا جماعه. ده بيدي نتيجه هايله، الرايب ده احسن حاجه فيهم. خلاص. واحط معلقه خل، يعني بصراحه عجبني الرايب عن الرايب والزبادي اكتر حاجتين عجبوني عن الحليب حتى. كده خلاص هلم العجينه، هيتبقى بس احط الماده الدهنيه. هتحطي قد ايه يا رحاب؟ هحط حوالي 3 معالق من الزيت، انا هستخدم زيت. تمام ولو عندك زيت وسمنه تمام، لا سوري 3 معالق ايه، هحط كوبايه من الزيت على السمنه. تمام، كوبايتين من الحليب قدامها كوبايه من الزيت على السمنه، انا بقى هحط زيت بس. تمام كده. وهبدأ بقى دلوقتي ألم العجينة، لو احتاجت أي سوائل هحط مية دافية ونلم العجينة ونشوفها مع بعض. عجينتنا اتلمت، نضفت البولة اللي معايا، هاخد منها جزء بقى رشة دقيق من تحت، وافرد جزء منها على الكونتر بالنشابة. بصوا بقى، فردت العجينة وبحط عجوة فيها، ليكي مطلق الحرية في الحشو. انا بجيب العجوة بتاعتي واقطعها شرايح كده بالسكينة طولية، طالما العجوة بتاعتي طرية وزي الفل. تمام. وهبدأ بقى الف عليها، بلف لفة واحدة بس، الف بايديا الاتنين كده. واهم حاجة تقفلي الحروف، لازم ضروري تقفلي الحروف. تمام. لفي واحدة لفة بس كده عليها ابرمي برمة وبططي. برمة واحدة اهو يا جماعة زي ما انتم ما شايفين. حابة تتخنيها عن كده براحتك، بس خلي بالكم احنا لسه ما خمرناهاش خالص، فدي هتبقى حلوة قوي بعد التخمير. وبططي بقى كده، وبسكينة عندك كده، بس السكينة مشرشرة كده. وهبدأ ان انا اقطع واحط في الصينية من غير اي مادة دهنية. اهم حاجة التقفيل. تمام. قطعي بقى الحجم اللي انت عايزاه، قطعيها كبيرة صغيرة، لازم المهم ان انت تقفلي كويس جدا. مثلا ادي قطعة اهي، بصوا بقى العجوه ما شاء الله بترمي كميه حلوه قوي، بقى غالي جدا بره، معرفش على ايه. لازم تقفلي كده. خلاص لازم تقفلي من تحت كويس قوي. تمام كده. ودي تتحط في الصينيه كده على التقفيل. هخلص بقى كل الكميه عفوا، واسيبها بقى تختمر براحتها، ونشوف بعد كده التسويه. طبقا نسوي الجمال ده كله على درجة حرارة 200. لو فرنك بيشتغل من فوق وتحت كهرباء، حطي في النص وشغليه من فوق ومن تحت. لو فرنك بيشتغل من تحت بس، اللي هو فرن البوتاجاز، بصوا الجمال، اللهم بارك يا رب، اللهم بارك. حطي بس من ولعي من تحت، وبعد كده يا اما صوت الفرن يحمره، لو ما خدش اللون ابدأ انت حمري، اديله ثانية واحدة بس كده ايه تحت الشواية. تمام. تعالوا بقى نشوف بعد التسوية عامل ازاي. رايكم بقى في الجمال ده اللي يتقال عليه جمال بجد يا جماعه. بصوا ما شاء الله، اللهم بارك يا رب. طبعا مولع لسه طالع حالا، بس انا عايزه اوريكم بس ايه. اتلسعت التسويه، بصوا قابب ازاي، بصوا جمال، بصوا مقرمش من بره وفي نفس الوقت طري ولذيذ من جوه، والعجوه روعه. ما تحاوليش ترفعيه، لو ما ترفعش معاكي سيبيه لما يهدى خالص، هو هيتفك من الصينيه. فاهمني؟ يعني ده لسه طالع، ما تحاوليش تقربي له. تمام كده. وادي عندي التاني اللي هو طلع من شويه، وادي عندي انا ولا ولعت الشوايه ولا اي حاجه، هو واخد لون منه لنفسه. عايزه اقول لك بقى، جمال جمال قمر. بصوا يا جماعه، تحس ان هو باتين، ما تحسوش ان هو منين. بصوا جمال، بصوا، بصوا عامله ازاي. طبعا هي باينه، بصوا قد ايه ان هي العجينه طريه مجوفه حلوه قوي ما شاء الله. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه، بسيطه وسهله وجميله. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر. اتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه سهله وبسيطه. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس. كانت معاكم رحاب صابر من قناه زي بالسفوت، وشكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.